الشيطان وساعد صبر الشيطان أعمال عن كل الطرق اللي ممكن انتصر عليك الشيطان يعني. امم أعمال عن كل الطرق اللي أنا ممكن أسد بها الدين اللي عليا ده إلا طريق واحد وهو نتيجة السد العمل. اللعبة اللي انت كنت تلعبها على النت دي. امم بس في الحالة ديت يعني أنا بالنسبة لي المرحوم ربنا يرحمه أنا والله وربنا يعلم كان يعتبر أحب الناس ليا من الطلاب اللي موجودين. كان لك علاقة بيه كويسة يا محمد؟ كويسة جدا. في الداخلية مدرس قتل الطالب بتاعه وقطعه وطلب من أهله فدية. في إمبابة أخ قتل أخوه بسبب لعبة. في المنيا شاب انتحر. التلاتة في أماكن مختلفة، أشخاص مختلفة وقصص مختلفة، لكن العامل المشترك واحد. يا ترى هو إيه؟ خليك مكمل معانا عشان نعرف العامل المشترك بين التلاتة. والله ساعات انا نقعد اليوم كله، انا بقوم من الاكل عشان ما اكون جعان عشان اسيب الاكل للعيال. انا مره ضربت ابني الصغير عشان هو جعان بياكل بسرعه عشان الاكل ما يخلص. لعبه دمرتني. العامل المشترك هي لعبة على الموبايل، لعبة قمار. في التسعينات أو قبل التسعينات عشان تلعب قمار كنت بتروح الكازينو عشان تلعب قمار. دلوقتي من غير ما تروح أي مكان، بطريقة سهلة وبسيطة تقدر تطلع الموبايل من جيبك وتلعب قمار وتشحن بأي رقم قليل أو كبير أنت عاوزه، وتحقق مكاسب أو خسائر بموبايلك وأنت قاعد مكانك. في بداية التسعينات ظهر اتنين في روسيا. الاتنين دول هم من أسسوا القمار الإلكتروني. بدأ في روسيا بعدد قليل جدا، بس للأسف في وقت قصير بدأ يزيد العدد أضعاف مضاعفة، لدرجة إن الحكومة الروسية حظرت التطبيق. فهل هم هيسكتوا؟ ما سكتوش، غيروا اسم التطبيق وحولوه لتطبيقات تانية. هل الحكومة الروسية سابتهم؟ لا، منعت كل الألعاب الإلكترونية اللي ممكن يتلعب بيها قمار على الأراضي الروسية نهائيا. هل يسكتوا بعد ما شافوا المكاسب اللي كسبوها؟ لا، نقل السوق بتاعهم لسوق جديد والسوق الأوروبي. انتشر، بدأت حالات قتل، انتحار، سرقة تنتشر في أوروبا بسبب الألعاب الإلكترونية دي. فبدأت الحكومات الأوروبية تحظر كل التطبيقات دي عموما. بعد كده برضه ما سكتوش، نقلوها من أوروبا للشرق الأوسط ومنهم مصر. الإحصائيات اللي جت في 2024 أرقام مرعبة وإحصائيات مهمة جدا وتهمنا كلنا. اتلعب قمار ب67 مليار دولار، اللي هم ممكن يكونوا ميزانية مجموعة دول مجتمعة، مش ميزانية دولة واحدة بس. منهم 30 مليار دولار في العالم العربي بس، في الشرق الأوسط بس. طبعا دي أرقام صعبة فظيعة جدا وكبيرة وعالية جدا، وتدل إن إحنا رايحين لسكة مش حلوة. في الإحصائيات إن 15% من اللي بيلعبوا الألعاب دي مراهقين، اللي هم ابني، ابنك، أخوك، وأخويا. الأطفال دي بتلعب 5 جنيه و10 جنيه و15 جنيه. الأحداث اللي حصلت كانت في أول الفيديو كانت بسبب الألعاب دي. المدرس اللي قتل الطالب عشان تراكمت عليه ديون بسبب الألعاب دي. الأخ اللي قتل أخوه بسبب التطبيق ده، بسبب اختلافهم على لعبة القمار. الشاب اللي انتحر بعد ما تراكمت عليه الديون وما عادش يلاقي حل غير إنه يخلص وينهي حياته. كل دول العامل المشترك الواحد بينهم هو لعب القمار الإلكتروني، اللي ممكن يكون في بيت أي واحد فينا وإحنا مش حاسين، لأنه زي الإدمان. بس مدمن ما بيبانش عليه، مدمن ما بيظهرش أعراض، مدمن
ما تحسش بيه. كلنا بنمسك التليفون، كلنا بنقعد، وكلنا بنركز في التليفون، ما تحسش هل يا ترى اتفرج على فيديو، هل بيلعب لعبة عادية ولا بيلعب لعبة قمار. للأسف الشديد كلنا دلوقتي ملهيين في أكل عيشنا، ملهيين إن إحنا نعيش أولادنا وأسرتنا في حياة كريمة، بس مش واخدين بالنا إن ولادنا دول ممكن يضيعوا مننا عشان الفلوس في إيدهم وإحنا مش حاسين، ما بندورش، ما بنسعاش، وإحنا خايفين عليهم بس مش عارفين نخاف عليهم إزاي أو نراقبهم إزاي. تلات أرباع الشباب بيضيعوا بسبب عدم الرقابة، عدم الرقابة على حياتهم، على مصاريفهم، على رايحين فين وجايين منين. والجنيه ده راح هيجيب بيه ايه وراح فين واتاخرت ليه ويراقبوا عيالهم ويراقبوا اطفالهم ويخلي بالهم، وما يخلوش عيل يروح السيابر ولا يروح هنا ولا اصلا يقعد على النت بالوقت ده كله، ولا يلعب اي لعبه فيها فلوس على النت. اللي بيكسب هيخسر، واللي خسر ما يلعبش تاني، عشان لو لعب تاني هيخسر تاني خلاص. التطبيقات دي أو الألعاب دي ألعاب بتتحكم وتسيطر على الإنسان تحكمات رهيبة وصعبة، ومش أي حد يقدر إنه ينقى بنفسه منها بعد ما يقع فيها. هي بدايتها بتبقى إن أنا عاوز أجرب، عندي فضول أجرب، بس رجلك أول ما بتيجي فيها بتلاقي نفسك لوحدك خلاص كسبت. أول ما بتلعب اللعبة بتدي لك مكسب، بتشجعك عليها، بعد كده تكسب تاني وتالت تقوم خسران، بس الخسارة اللي أنت خسرتها دي بتخليك ترجع تاني إنك عاوز تكسب اللي أنت خسرته، وتراهن تاني، تفضل تراهن 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 لحد ما يتراكم عليك الديون، لحد ما تلاقي نفسك وصلت لحيطة سد مش عارف تعمل إيه بسبب لعبة أنت كنت داخل تجربها، وتجربتك ليها مع إن ربنا سبحانه وتعالى محذرك منها. واللي ربنا سبحانه وتعالى بيحذر منه تأكد إنه مفيهوش خير، إنه دايما فيه شر، بس إحنا للأسف ما بنتعظ غير لما بنقع ورجلينا بتيجي في الخية وما بنعرفش نطلع منها بسهولة. ربنا سبحانه وتعالى حذرنا وقال في كتابه العزيز: إنما الخمر والميسر رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. بس إحنا ما بناخدش التحذير، إحنا بنتعب وبنتبهدل وبنضيع كل ده عشان ما بنسمعش كلام ربنا سبحانه وتعالى. القمار بيكسر التوازن النفسي بينك وبين الحياة وبين نفسك عشان تعيش حياة طبيعية، بيعلمك بس تعتمد على السهل، على الحظ، بتدور على السهل وبتنسى إنك تتعب. المشكلة إن الألعاب دي ما بتجيش في صورة قمار مباشر، لا، الألعاب دي بتجيلك بطريقة جميلة، منمقة، حلوة، خش العب. ما بتجيش في صورة مباشرة إن هي قمار، لأ، خش العب، جرب، تدخل، تحط رجلك، ما تخرجش منها تاني. بمعنى بسيط إن القمار ده أو اللعبة دي إحنا سلعة بالنسبة لهم، السلعة دي بيتحكموا فيها نفسيًا، ما بنقدرش إحنا نتحكم فيهم أو نتحكم في اللعبة، لأ، هي اللي بتتحكم فينا وهم بياخدوا مننا أكتر ما إحنا بناخد منهم. الألعاب دي مش ألعاب عشان تفيدك أو تستمتع بيها، لأ، ده بتاخد جزء كبير من حياتك، من نفسك، من روحك، من معنوياتك. اللي ما يتسموش إحنا طبعًا كلنا عارفينهم، مانعينها في الحدود المسروقة مننا. عاوز تلعب قمار؟ اطلع برّه الحدود، العب برّه وتعالَ. طب دلوقتي في عندنا مشكلة، المشكلة دي صعب الاكتشاف. طب إيه الدلائل اللي ممكن أشوفها أو أتبعها عشان أنقى بنفسي وبأسرتي أو ألحق المشكلة أو المصيبة قبل ما تقع أو قبل ما تحصل أو قبل ما تتدهور؟ واحد، معدل المصروف. كان بيصرف الأول 5 و10 جنيه، دلوقتي بيصرف 50 جنيه وما بيجيبش حاجة. طيب هل ده معدل طبيعي لمصروفه ولا لأ؟ أقف عندها، أبدأ أركز، أخش على اللي بعدها. التطبيقات اللي على الموبايل، هل في تطبيقات غريبة أو حاجة هو خفيها مش عاوزني أعرفها؟ أقف عندها. 3، تحسه إنه عصبي وقت ما حد يجيب سيرة الألعاب دي ويقول إنها وحشة أو لازم نبعد عنها، تلاقيه بيدافع عنها دفاع مستميت. تبدأ تركز، في هنا مشكلة، في حاجة خطر هتحصل. بيكدب عليك ويقول لك أنا ما باقعدش على التليفون كتير أو ما باشوفش التليفون وباذاكر وباجتهد.
تبص تلاقيه طول الوقت قاعد على الموبايل، وتسأل عليه الأساتذة بتوعه أو المدرسين، تبص تلاقي أداؤه انخفض من حاجة بقى حاجة تانية. 5، اتكلم كتير جدا عن التطبيقات دي أو الألعاب دي أو الفلوس أو إن هو بيكسب أو إن مكسب أو في خسارة أو في تطبيقات أنت ممكن تلعب عليها وتكسب وتوصل وتعمل بيزنس كبير والكلام ده كله. في هنا مشكلة لازم تركز. 6، تبص بتلاقي كل اللي حواليه ما عادش حد موجود، اللي موجود الصاحب الحبيب كل حاجة هو والموبايل وبس. اللي خلاني اتكلم في الموضوع ده النهارده ان لقيت مجموعه شباب اولى اعدادي وثالثه اعدادي واولى ثانوي وثانيه ثانوي، لا كتير بيشحنوا الموبايل. فبسال بيشحنوا ايه؟ بنشحن لعبه على النت. لعبه ايه دي؟ اللي عرفت المصيبه انها لعبه قمار، ان هو القمار الالكتروني. والمشكله الاكبر بقى واللي خلاني يعني ازعل قوي ان بقول له اهلك عارفين انك بتعمل حاجه زي دي؟ قال لي اه ماما عارفه. انت متخيل؟ فين القدوه؟ خد بالك انت في شغلك لو ناسي بيتك شغلك ملوش لازمه، تعبك ملوش لازمه، جريك ملوش لازمه. الاساس والبيت اللي انت بتسعى عليه لو ما خدتش بالك منه ملوش لازمه اي سعي ليه. لازم انت تكون موجود معاها، تقوم لو في حاجه مش مظبوطه، تقومها، تعلم، تفهم. طب لو لقيت العلامات دي في ابني اعمل ايه؟ اموته، اذبحه، اضربه؟ لا، كل ده هيؤدي ان المصيبه تفضل مصيبه وتتعاظم. نعمل ايه؟ ناخده بالهداوه، نصاحبه ونتكلم معاه، نفهم منه ونشوف الموضوع بتاعه واصل لفين. هل لسه جديد في الموضوع؟ هل بقاله فتره؟ هل عليه ديون؟ هل موضوعه رايح فين؟ افهم منه واشوف وصل لحد فين وابدا ادور على الحلول. طب ايه هي الحلول؟ تعالوا معانا نعرف. اول ما تلاقي الدنيا كده اقفل كل طرق الدفع الالكتروني اللي تكون ممكن يكون ابنك بيستخدمها، تليفون كاش، فيزا، ايا كان هو ايه الوسيله او الطريقه اللي بيستخدمها. طب اشحن من المحلات، اعرف المحل واقرب محل هو بيروحه وروح اتكلم معاه، ولو ما استجابش بلغ عنه. ابنك لازم بكل الطرق تحافظ عليه. 3، استخدم ادوات ابويه زي جوجل فاميلي لينك، شجعهم يشتغلوا، يلعبوا رياضه، خلي ليهم دافع في الحياه، اخترع لهم هدف، يساعدوك، اي حاجه تلهيهم عن طريق الخطر، عن طريق المصيبه دي وطريق الشيطان. طيب لو وصلت بقى لمرحله خلاص هو مدمن على الحاجه دي ومش عارف يبطلها، على طول دور على دكتور نفسي او تعديل سلوكي. ما تستناش المصيبه لما تحصل وبعد كده تبقى تدور هتعمل ايه. السهل بيعلمك الفشل، بيهبطك، بيعلمك الكسل، بيخسرك كل حاجه دنيا واخره. ما تبيعش الاخره بثمن بخس في الدنيا. ولادك بيتعلموا منك، انت قدوتهم. لو انت لعبت على الحظ هتلاقيهم زيك، لو انت سعيت واجتهدت وعرفت طريق الصح والحلال هتلاقيهم برضو زيك. في الاخر خليك قدوة في سعيك، في صبرك، في مكسبك الحلال. الربح الحقيقي مش ان رصيدك بيزيد في البنك، المكسب الحقيقي انك تكسب نفسك. في الاخر هقول لك حاجة مهمة جدا، اوعى تلعب قمار الكتروني او اوعى تسيب ولادك يقعوا في المحظور. ركز وتابع واهتم عشان تشوف حلمك في عيالك اللي تعبت وسعيت واجتهدت انك تشوفه وتشوفهم في اعلى مكان. اوعى تلعب قمار الكتروني او قمار عموما عشان تنجح وتكسب الدنيا والاخره باذن الله. شكرا.